وده كده الحواوشي بعد ما طلع من الفرن. بسم الله ما شاء الله. طبعا الارضيه مستويه والوش مستوي واللحمه طبعا جوه مستويه، وهنبدا نوريكم اللحمه من جوه شكلها عامل ازاي بعد السوى. طبعا يا جماعه احنا عاملين الحواوشي ده في البيت. ولادي طبعا ما كنتش عامل حسابي خالص للفيديو ده، بس ولادي قالوا لي يا بابا احنا عايزين حواوشي وكده، فطبعا قلت لهم يلا نعمل حواوشي ونصوره مع بعض كده في البيت واحنا قاعدين كده. شغل بيت يا جماعه. اول حاجه نعملها ان شاء الله بعيد عن الرسميات طبعا، احنا في البيت زي ما انتم شايفين كده كل شغل في البيت. 2 كيلو ونص دقيق. طبعا عامل كميه كبيره شويه لان الولاد لما طلبوا مني قالوا لي يا بابا احنا عايزين ناكل حواوشي وكتر لنا الحواوشي عشان احنا بنحبه. عملت لهم 2 كيلو ونص دقيق وحطيت عليهم 3 معالق كبار خميره ومعلقه ملح او 3/4 معلقه كبيره ملح واربع معالق سكر ومعلقتين حليب بودر. طبعا المقادير دي كلها مع بعض، الناشفه دي كلها هنقلبها مع بعض. طبعا يا جماعه المقادير دي كلها هكتبها ان شاء الله في في صندوق الوصف، اللي هي مقادير العجين وعملت لحمه قد ايه وحطيت عليها توابل قد ايه والخامات اللي حطيتها كلها ان شاء الله هحطها في صندوق الوصف باذن الله. طبعا الفيديو ده مختلف عن اي فيديوهات عملناها قبل كده. اتمنى بس لو عجبكم الفيديو اهم حاجه ان انتوا يعني اللايك بتاعكم الجميل والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد عشان يستفادوا باذن الله. هنعمل مع بعض زي ما حضراتكم شايفين الحواوشي بطريقه في البيت جدا سهله وبسيطه، واي كميه عايزين تعملوها. عملنا 2 كيلو ونص دقيق. طبعا بعد العجين ما اتعجن زي ما حضراتكم شايفين كده، الميه طبعا هتبقى حوالي من كيلو وربع. وبعد ما عجنا العجين كله بالميه بعد كده هبدا احط الزيت في الاخر خالص عشان انعم بيه العجينه، حوالي من 4-5 معالق كبار زيت. وبعد كده هبدا ان انا اعجن العجين بالزيت. انا بتعامل في الفيديو ده بطريقه مختلفه جدا عن كل الفيديوهات، اتمنى انها تعجبكم والطريقه تعجبكم. طريقه في البيت زي ما حضراتكم شايفين كده. هعجن طبعا الزيت بالعجين زي ما انتم شايفين كده كله ببعضه عشان تبقى العجينه ناعمه. الزيت بيتحط في الاخر يا جماعه. كده خلاص العجينه بقت خلاص جاهزه. هبدا ان انا اسيبها تخمر وهنروح نجهز اللحمه بتاعتنا بتاعت الحواوشي. بس هعكوا ايدي كده شويه زيت عشان برضه العجين ما يلزقش زي ما حضراتكم شايفين كده. وهبدا اسيب العجينه تخمر. طبعا الجو حر فهتخمر بسرعه، ممكن تاخد لها اقل من نص ساعه هتكون العجينه خمرت. وهنبدا نشوف هنعمل ايه. بعد ما سيبنا العجين يخمر هبدا بعد كده نجهز اللحمه بتاعتنا. طبعا لحمه العيد طبعا يا جماعه في كل البيوت. جبت كيلو ونص لحمه فرمته في الكبه زي ما حضراتكم شايفين كده. كل الخامات اللي قدامكم دي انا فرمها في الكبه، بس فرم البصل لوحدي والفلفل لوحده وحتى التوم فرمه، الجزر فرمه، كله ده مفروم في الكبه. بس خليها كل حاجه لوحدها عشان اوري لحضراتكم انا حطيتها ازاي وهعملها ازاي. طريقه جدا سهله وبسيطه. طبعا في حوالي من حبتين طماطم كبار زي ما حضراتكم شايفين كده فرمتهم برضو في الكبه. وطبعا البصل انا فرمت حوالي يجي من كيلو ولا كيلو ونص بصل. لان طبعا انا معايا لحمه كتير يا جماعه، حوالي من كيلو ونص لحمه طبعا فرمتها. وبعد كده معايا الجزر حوالي من جزرتين 3. وبعد كده الفلفل حوالي من نص كيلو فلفل احمر على اخضر. ومعايا التوابل ملح وشطه وبابريكا وكمون وتوابل حواوشي وفلفل اسمر وشطه اللي هي الحاره العاديه ديت. بعد كده هبدا اجيب طبق كبير هحط فيه اللحمه زي ما حضراتكم شايفين. هنبدا نخلط بقى كله مع بعض. البصل طبعا مصفي من الميه بتاعته يا جماعه. وبعد كده هبدا انزل بالفلفل. الفلفل حوالي من فلفل اخضر على احمر كده ما يقارب من حوالي من يعني لا نص كيلو ولا ربع كيلو يعني كده بالقايم كده يعني. وبعد كده هبدا احط دول حبتين طماطم مفرومين في الكبه. وبعد كده معايا حوالي من 6-7 فصوص توم برضو مفرومين. ومعايا الجزر حوالي من جزرتين كبار او 3 مشيرهم برضو في الكبه. كل ده معمول في الكبه، بس انا سبت كل حاجه لوحدها عشان اوري لحضراتكم انا عملت ايه وانا بحطهم على بعض. وطبعا الميه طبعا دي التوابل معايا طبعا ملح وفلفل وكمون وتوابل حواوشي ومعايا شطه وبابريكا. وطبعا كل ده هيتحط على بعضيه. وبعد كده هبدا ان انا اقلبه مع بعضه لحد ما كله يتجانس مع بعضه بحيث تبقى العجينه كلها خلاص تجانست. زي ما حضراتكم شايفين كده عجننا كل اللحمه. طبعا ميه البصل اللي هي قدام حضراتكم دي اللي انا مصفاها من البصل. جبت بس منها شويه عشان هبدا ادهن الوش الحواوشي بتاعنا بس في الاخر خالص. طبعا كده العجينه جاهزه بتاعت اللحمه.
هبدأ أشيلها أحطها في الفريزر يعني شوية على ما نبدأ نقطع العجين بتاعنا. طبعا كده العجين بتاعنا خمر، وطبعا الجو حر فالعجين على طول خمر، ما كملش اكتر من نص ساعه. وبعد كده هبدا ان انا اقطع زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا يا جماعه احنا في البيت، فطبعا بنقطع الحواوشي زي ما احنا عايزين، ممكن نقطع قطع كبيره وممكن نقطعها صغيره. هنبدا طبعا نقطع العجين حسب ما انتوا عايزين، القطعه ممكن كبيره صغيره حسب ما انتوا عايزين حجم الرغيف قد ايه. كده قطعنا العجين كله يا جماعه، وبعدين كده عكينا وشنا ايدينا كده زيت ومشيناها على وش العجين عشان وشه ما ينشفش. طبعا اللحمه كانت في الفريزر شدت شويه زي ما حضراتكم شايفينها كده. وهنبدأ بعد كده ان انا ابدأ افرد الحواوشي بتاعنا. كل قطعتين يا جماعة هيعملوا رغيف حواوشي، يعني قطعة تبقى ارضية وش. طبعا القطعة كبيرة عشان يبقى الرغيف كبير. طبعا الولاد طلبوا ان يبقى الرغيف كبير، فاضطريت ان انا اعمله قطعة العجينة كبيرة. هيجيبوا معايا حوالي من 20 رغيف حواوشي. الكمية اللي انا عملتها دي كلها هتعمل 40 رغيف حواوشي، بس الرغيف بسم الله ما شاء الله كبير. هفرد الاول الارضية، وبعد كده هجيب القطعة بعد ما قسمتها كده، اللحمة قسمتها على عدد الرغيفة بتاعة الحواوشي. هبدأ ان انا افرد زي ما حضراتكم شايفين كده الارضية، وبعد كده على وشها اللحمة بالتساوي كده. وبعد كده هبدأ ان انا اغطي الوش من فوق، يبقى كل قطعتين عجين بيعملوا رغيف. طبعا يا جماعة احنا بنعمل الشغل ده في البيت، يعني بعيد بقى عن اي شغل رسمي خالص. لا، دي حاجة بنعملها كده للولاد في البيت، ان شاء الله تعجبكم. الفيديو ده مختلف عن كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها. بعد ما نحط الوش هنبدأ ان احنا كده من الاطراف، هنبدأ يعني نخلي الاطراف تحت الارضية زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده بحيث ان تبقى الرغيف ماسك بعضه، الوش من الطرف كده بنبدأ نلف العجين لتحت. وبعد كده ببدأ اجيب المية البصل يا جماعة اللي احنا كنا مطلعينها من البصل، هجيبها على شوية سمنة بلدي زي ما حضراتكم شايفين كده، وهبدأ ادهن وش الحواوشي بتاعنا. طبعا السمنة البلدي مع مية البصل دي بتخلي طعم الحواوشي في حتة تانية خالص. حاجة بسم الله ما شاء الله، هيطلع من الفرن الريحة بس لوحدها كفاية، ريحة جايبة للشارع اللي جنبنا. بسم الله ما شاء الله. طبعا كده هندهن العجين كله زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده هدخل الفرن على درجة حرارة 200. هياخد حوالي من 20 يعني من 15 ل20 دقيقة في الفرن. طبعا كده الحواوشي بتاعنا كله دخل الفرن مستوي بسم الله ما شاء الله. الأرضية والوش مستويين، واللحمة حوالي من 20 ل 22 دقيقة بالظبط على درجة حرارة 200. وده كده الحواوشي بتاعنا طلع بسم الله ما شاء الله. الشكل والطعم والريحة ما اقدرش اوصفها يا جماعة، حاجة ولا اروع يعني. كده الحواوشي بتاعنا فتحنا الرغيف اهوت، اللحمة طبعا مستوية، الارضية طبعا زي ما انتم شايفين لسه سخنة اهوت. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.